حلقه النهارده وهي الغريبه الدايبه. انسي بقى المقادير بتاعت 4 2 1 ديت. ضيافه العيد ما بتحلاش الا بالغريبه والنواعم واللانكشاير والحاجات التحفه دي. هي ديت هي ضيافه العيد اهي. بصوا الجمال بتاعت الغريبه التحفه الجميله اللي عاملاها بكل الاشكال اهي. ادي شكل وشكل وشكل ما شاء الله. ادي الجمال والحلاوه اللي في الغريبه والنعومه الغريبه. مش عايزه اقول لك بقى عن النعومه اللي فيها. شوفي بقى الذوبان بتاع، شوفي امسكي الغريبيه كده. استحاله والله انا اتحدى اي حد بيعمل غريب، استحاله الغريبه بتاعت ام ساره لا بتبصم. شوفي ناعمه ودايبه وفي نفس الوقت استحاله تبصم معايا. ايديا اهي ما بتبصمش. استحاله انا اللي بقول لك. وثقه في الله والله ثقه في الله ان انا بعمل الغريبه بالطريقه بتاعتي دي عمرها لا تفرش ولا تتحرك من مكانها. وكمان جميله وفي الطعم وفي الريحه خيال. وبحط عليها معلقه كده بتودي الغريبه في دنيا تانية. اتفضلي وتكون مشاهده سعيده عليك يا رب. واتمنى ان اكون ضيفه خفيفه عليكي. واتمنى ان انت تعملي لي تفعلي زر الجرس وتعملي لي لايك واشتراك عشان القناه ترفع معاكم. انتوا حبايبي واخواتي التانيين ما شاء الله عليك. وتفضلي واتمنى انها تكون مشاهده سعيده عليكي. واتمنى انت تشوفي بقيه النواعم ان انا عاملاها في العيد في الحلقات اللي فاتت. اتفضلي وتكون مشاهده سعيده عليكي. وصفتي بقى النهارده وهي الغريبه اللي هي حاجه. بصي ضيافه العيد ما تحلاش الا بالغريبه وطريقتها بسيطه خالص. انا بقى اللي هكسر القعده اللي بقول لك 4 2 1. انا بقى مش هعملها كده. انا هعمل ايه؟ الاربعه دي زي ما هم ماشي. الاتنين سمنه. هعمل كوبايه ونص من السكر. كوبايه ونص من السكر. هغير في السكر بس. هبدا واسمي واقول يلا نسمي ونصلي على رسولنا الكريم. وهنزل بالسمنه على طول اهو. انا بسيحها وبحطها بفكها الاول على النار واحطها في التلاجة تمسك لحد ما توصل للدرجه دي. انا مش عايزاها سايحه قوي عشان لما تنضرب في بالمضرب ما تسيلش مني. عايزاه الغريبه ما بتتعملش بسمنه بلدي. السمنه البلدي بتكتم الغريبه على فكره ما بتطلعش كويسه. اعمليها بسمنه عاديه اللي هي ايه في المحلات العاديه اهي كده. هنزل بكميه السمنه كلها اهو وهضربها بالمضرب اللي هو الكهربائي وده اهي. كوبايه ونص من ايه من السكر. هدخل دي مع دي واقوم ايه ضربهم مع بعض واوريكي. وبعد ما شاء الله ما هو ما عملته بتاع المضرب ما شاء الله نزلت بقى زي الكريمه اهو. هبدا بقى اشيل المضرب واعمل ايه الاسباتيولا اهيت معايا واقوم لما بس الجوانب كده. وهنزل بالفانيليا. هي ما بتحطش عليها اي روايح غير الفانيليا بس اهي. وحاجه كمان بتودي الغريبه دي في حته تانية خالص وهي اللبن البودره. بصي مش عايزه اقول لك بقى على الجمال اللي بتعمله في الغريبه والله العظيم. بتخليها مش عايزه اقول لك على الطعم بقى لما تجربيها انت هتحسي بيه اهي. معلقه اهي ونص كمان اهو من اللبن البودره الجميل ده اهو. وهبدا انزل بقى بكميه الدقيق ال4 كوبايات من الدقيق. وبرده ما بينزلوش كلهم مره واحده اهو. بنزل بنص الكميه واسيب الباقي كده. خلاص كده مكونات الغريبه خلصت. سهله وبسيطه وما بتكلفش حاجه والله. خفيفه وخالصه بتتلم باسهل الطرق ما شاء الله. الريحه جمال كده كده. بعد ما لميتها اهي ما شاء الله بقت زي العسل جميله وريحتها تحفه اهي. هسيبها بقى تريح. مش عايزه اقول لك يعني مثلا ايه 5 دقايق بس كده. ريحيها. عايز تحطها في التلاجة ماشي. عايزه تحطها بره وتغطيها بكيسه وتسيبيها بس تريح 5 دقايق. هتلميها بس بايديكي كده اهو. جميله اهي ولا بتشقق ولا اي حاجه. هسيبها تريح يعني 5 دقايق وهرجع لكم تاني كده ما شاء الله. هبدا بقى اشكل معاكم على طول. هتاخدي بقى القطعه كده على حسب ما انت عايزه الحجم شكله ايه كده اهو. وتقومي ايه جايه بقى كده في النص. عايزه تحطي فستق عايزه تحطي سوداني اللي انت عايزاه حطيه.
والمتاح في البيت، والله ولو ساده يعني مش مشكله، يعني مش هنقفوا يعني لو مفيش حاجه. وعايز تعملها مثلا طويله كده اهي، تطلع برضو جميله زي العسل. اهي شوف شكلها جميل. وبرضه هي لو ايه عايزه تعمليها مثلا ورده اهي، تعمليها 3 كده بس تصغريها شويه كده اهو اهي. اللون بس حجم واحد، يعني ايه شكلي بقى وظبطي بقى الشكل اللي انت عايزاه، والشكل اللي شكله يعجبك اعمليه اهي. عايز تعمليها 3 كده، عايز تعمليها 4 قطع كده اهي، تطلع برضو تحفه. وفي الشكل كده شوف شكلها عسل كده. هخلص بقى الكميه كلها واوريكي الشكل بعد ما اخلص تشكيل. ما شاء الله بعد ما خلصت التقطيع بتاعها اهو، عملت منها اشكال اهي جميله. هدخلها الفرن على درجه 170 بس ما تطلعيش من فوق، ليه؟ عشان ما تتلهفش منك على طول. حطيها على الرف الاوسط وحطيها على ايه 170 وسيبها بقى، وهتخليها بقى يعني من تحت صفرة، ما تحرقهاش ولا ايه ولا تسيبها بيضه، اللون الاصفر الحلو كده. وبكده بقى ايه ما شاء الله الجمال بتاعها والريحه بتاعتها التحفه. هتدخليها بقى الفرن، ولما تطلع من الفرن هبدا اوريكي ايه انها ما بتبصمش معايا وانها غريبه جميله. ودي الغريبه بعد ما طلعت من الفرن، شوفي الجمال وشوفي الحلاوه اللي في الغريبه. الوصفه ديت لو اعتمدتيها ما انتش هتغيري الطريقه بتاعتي. انسي بقى الطريقه بتاعت 4 2 1، لا ديت انا مغيراها، عامله 4 دقيق، عامله 2 سمنه، عامله 1.5 كوبايه من الايه من السكر عشان تطلع مسكره وتطلع جميله. ودي كانت وصفتي معاكم النهارده، ودي كان الفيديو بتاعي الحلقه بتاعتي النهارده. وكل سنه وانتم طيبين، واتمنى ان اكون ضيفه خفيفه على قلبكم يا رب. وما تنسيش بقى تعملي لايك واشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ومع الف سلامه ومع فيديو تاني.